السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تعجبكم. في قرية بسيطة من قرى مصر في طفل صغير بيجري ورا الكورة بكل شغف، مش بيدور على فلوس ولا على شهرة. كان كل اللي بيحركه حلم يلبس تيشيرت منتخب مصر زيه زي أي طفل والجمهور يهتف باسمه. الطفل ده كان اسمه مؤمن زكريا، من شوارع الصعيد لملاعب القاهرة، ومن ناشئين الأهلي لأفراح جمهور الزمالك، ومن الضحكة اللي عمرها ما كانت بتفارق وشه لقصة إنسانية علمتنا يعني إيه صبر ويعني إيه تبقى بطل، مش بس في الكورة لكن في الحياة نفسها. النهاردة هنتكلم عن اللاعب العظيم مؤمن زكريا، لاعب وإنسان ورمز صاب بصمة في الكورة وصاب أثر عميق في قلوبنا كلنا. اتولد مؤمن زكريا عباس يوم 12 إبريل سنة 1988 في محافظة سوهاج في الصعيد، وبدأ رحلته الكروية من الصعيد، ومن هناك طار حلمه لغاية القاهرة. وفي 2004 انضم مؤمن زكريا لناشئين النادي الأهلي، وقعد هناك 4 سنين لحد ما بدأ يبحث عن فرصة لظهوره في الفريق الأول، بس للأسف ما حصلش نصيب، وربنا ما كانش كاتب له إنه يظهر في الفريق الأول في الفترة دي. في سنة 2009 انضم مؤمن زكريا للإنتاج الحربي درجة أولى في الدوري المصري، ودي كانت الانطلاقة الحقيقية. لعب معاهم 36 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف، وشارك كمان في 5 مباريات في كاس مصر، ولم يسجل أي هدف في ال5 مباريات دول. مؤمن زكريا بيضيف هدف ثالث لفريق الانتاج. المشاهدين على شاشة خليل الرياضة، وتشوف العرضية مع الدروسي. مؤمن زكريا طبعا أداؤه لفت الأنظار للدوري المصري كله، وفي موسم 2011 انتقل مؤمن زكريا للمصري البورسعيدي في يناير 2011، واستمر معاهم لحد حادثة بورسعيد الشهيرة. لعب معاهم حوالي 22 مباراة وسجل فيهم هدفين 2، والهدفين دول أنا جاي لك هقول لك فين وحصلوا ازاي وكيف في ال 22 مباراة. والهدفين دول جالهم في مباراة واحدة، اللي هي المباراة الشهيرة بتاع حادثة بورسعيد اللي استشهد فيها اخواتنا ال 72 شهيد، وكمان كان نازل بديل في المباراة دي. لاعبي النادي المصري، وادي احمد فتحي بيرفع وشه، وتوغل من اكثر من لاعب من النادي الاهلي، بتتلعب على طول في العمق، وادي ضربه راسيه. جول 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 وهدف اول، هدف اول لفابيو جونيور. المره دي ادي لمسه اولى من شرويده لعبد الحكيم، لشرويده مره ثانيه، والعرضيه حلوه لزكريا، وزكريا جول 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 جول. اخيرا يدرك التوفيق مؤمن زكريا. عبد الحكيم بيرد على مؤمن، وادي كوره وتوصل لمؤمن، بيعدي ويقدر يجيب جول 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 جول. مؤمن زكريا بيشعل الحماس وينير الطريق للنسر الاخضر علشان يحلق في سماء بورسعيد بعد الزيادة العددية واستثمار أمثل من لاعبي النادي المصري. وادي كرة انفراد ما فيهاش رياضة صفارة، وعبد الله السيسي بيعدي، والهدف الثالث. جول 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 جول. عملها سيسي وألقى بالمنديل، وألقى بكلمة الختام في لقاء الدراما والحماس نهاية الشوط الثاني واللقاء، فوز المصري البورسعيدي ب3 أهداف على النادي الاهلي عشان تبقى اول هزيمه للنادي الاهلي في الاسبوع ال17. احرز اهداف اللقاء جونيور في الدقيقه 11، ومؤمن زكريا في الدقيقه 72 و84، وعبد الله في الدقيقه 93. وايه اللي احنا بنشوفه؟ ربنا يرحم شهداء النادي الاهلي ال 74 شهيد ويدخلهم الجنه يا رب العالمين. ثم انتقل لإنبي في موسم 2012، كانت نقله تاني في مشواره. انضم لنادي إنبي مقابل 1.5 مليون جنيه مصري ده وقتها، وبدأ موهبته تفرض نفسها في الوقت ده، ولعب مع إنبي 24 مباراة وسجل خلالهم 7 أهداف، وكان بيقدم مستوى ممتاز. محمد بقى وبتاع الناشئين، خطر. هو ده مين اعتقد مؤمن زكريا تتحط له البينيه ويحط احمد صبحي في الجانب الايمن. الكره عرضيه عند رؤوف لاستلام مؤمن زكريا، ممكن يحط مؤمن، عدى وممكن الثاني مؤمن، والهدف الثاني. بقول لحضراتكم ممكن الهدف الثاني، ومؤمن زكريا جهه فرديه من مؤمن زكريا مع امير توفيق، والهدف الثالث لنادي إنبي عن طريق لاعب مؤمن زكريا ليزيد الرصيد ويزيد التأكيد من ناحية تفوق فريق إنبي في المباراة. ادي مؤمن زكريا
ورأسك. في صيف 2013 بعد ما قدم موسم عالمي مع انبي، الزمالك ياخدوا اعاره من انبي استمرت لحد عام ونص، يعني سنه ونص، وشارك في 57 مباراه، سجل خلالهم 12 هدف مع نادي الزمالك، حوالي 9 اهداف في الدوري خلال 38 مباراه، و3 اهداف قاريه في 11 مباراه، وكمان لعب 8 مباريات في كاس. عند مؤمن ممكن حلوه، يلا يلا، جول جول جول، فكت اهي، جول جول، قلت لكم مؤمن زكريا، مؤمن بتاع الاجوان، الجول الثاني لمؤمن زكريا، مكانك يا ابني حتتك، ما ترجعش لورا انت يا مؤمن. الجول الثاني لنادي الزمالك، ممكن 5 دقايق يجيب جول ثاني، 2 لنادي الزمالك. طاير الشناوي لعب على طول طويله، لو عدت مشيت ايمن حفني عايز يعدي يستنى مين يا ولد يا لعيب. مؤمن زكريا عنده فرصه، هوبا ياه على المتعه على الجمال. ايمن حفني لعيب ملوش حل، ليه الدور الاكبر في الهدف الثاني يا ساده. عمل الضغط موجود، اتخطفت لو اتلعبت هناك اتعدل. هو خد القرار هنا خلاص بقى، هو خد القرار، عمل اضمان. مصطفى فتحي لعبت على طول حلوه، يطلع حازم امام، عنده فرصه بيقرب يلعبها خطيره، جول. مؤمن زكريا يوقع على الهاتريك ويلعبها على عكس اتجاه محمد بسام ويسجل. حتته اللي حافظها، عدى من احمد عيد وهيعمل العرضيه وتفوت، يقابل مؤمن زكريا، هيحط مؤمن زكريا، حطها مؤمن زكريا، بقول لك حط يا زكريا، بيسجل مؤمن زكريا اول اهداف اللقاء بعد مرور 22. يلا احمد حقق بطولات خلال الفتره دي مع نادي الزمالك، 3 بطولات، حقق بطولتين كاس مصر سنه 2013 وسنه 2014، وحقق الدوري المصري الممتاز في موسم 2014-2015. ثم المفاجاه الكبرى والعوده للنادي الاهلي لتحقيق البطولات، لعب مؤمن زكريا مع النادي الاهلي 142 مباراه، سجل خلالهم 41 هدف، انفجر مع الاهلي، وشارك 93 مباراه في الدوري المصري، وسجل خلالهم 30 هدف، وكمان لعب 12 مباراه في كاس مصر، سجل فيهم 4 اهداف، ولعب كمان 3 مباريات في كاس السوبر المصري، سجل فيهم هدف واحد، ولعب 40 مباراه في البطولات الافريقيه مع النادي الاهلي، وسجل خلالهم 6 اهداف، ولعب مباراتين في البطوله العربيه، وسجل خلالهم هدف وحيد. ولمسه مؤمن زكريا، مؤمن يحطها في الشمال، خطيره وهوبا والهدف. يا نهار ابيض يا مؤمن يا زكريا، يا نهار ابيض يا مؤمن يا زكريا. اهو المؤمن زكريا يقول انا اهو، ومؤمن اللي قال انا اهو. 1-1 مؤمن زكريا من ضربة جزاء في وقت قاتل. هيعمل العرضية خطيرة جدا، تمر الكورة لكن قبل عبد الله، تمر تاني وتسديدة وهدف أول. مؤمن زكريا يتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة. المكان قريب زي ما شايفين حضراتكم، ادى الإذن، دخل مؤمن زكريا يلفها، والهدف الثاني مؤمن زكريا يسجل هدفين في هذا اللقاء للنادي الأهلي. كرة الثابتة في الدقيقة 36. وجود عبد الله السعيد هو اللي ينفذ الكرات دي. ادي حلوة يا ولد لسه بقول لكم، بيجيب منها اهداف جميلة. مؤمن زكريا على طول يحط كرة جميلة جدا بنفس طريقة الكرة اللي حط بيها في مرمى الزمالك في لقاء الدور الثاني للدوري. زي ما قلت لكم في الموسم الماضي كان مؤمن زكريا يوم سجل هدفي اللقاء، يجيب في الدقيقة 26 على طول. بالخبرات يتألقون، يتكلمون، يبدعون فوق البساط الأخضر السكندري. الرأسية يا راجل وحلوة الله يا مؤمن زكريا، حلوة، هي رسالة سلام، رسالة محبة، رسالة تآخي، هو إبداع كروي يسطر فوق البساط الأخضر. مؤمن زكريا ينفجر إبداعا بتصويبة ولا أروع. يا سلام. يعني القوة الهجومية الأهلاوية بتغطي على أخطاء دفاعية، وادي أحمد عبد الظاهر يعملها حلوة. الثالث الأهلي بيكرر التاريخ وبيكرر
3 امامنا هنا فعلها الاهلي من قبل في يسرى ادي وليد سليمان واحده حلوه ودي جول 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 مؤمن زكريا. مؤمن زكريا يكرر رفعها حلوه قوي بدماغه وجول. خد الشرطه دفاع 7-8 لعيبه. مؤمن جول جول جول. مؤمن زكريا يا ولد يا لعيب. سليمان جول جول. عندي ايفونا ودي الكره العرضيه وجول جول جول جول. مؤمن زكريا. مؤمن زكريا وموعده مع الثلاثيه في مرمى الفئات. عايز يعدي يلعب العرضيه وادي جول جول. مؤمن زكريا جول 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 جول. خطفت لكن ضغط من هناك. يا ولد يا ولد يا ولد. مؤمن زكريا روعه روعه روعه. ايه ده؟ وتوج مؤمن زكريا مع الأهلي في موسم 2015 بهداف الدوري المصري. حقق مع النادي الأهلي بطولات كتيرة. حقق مع النادي الأهلي الدوري المصري 4 مرات، سنة 2016 وسنة 2017 وسنة 2018 وسنة 2019. 4 دوري متتالي. حقق السوبر المصري مرتين، سنة 2015 وسنة 2017. حقق كاس مصر مرة واحدة في 2017. حقق كاس الكونفدرالية الأفريقية في 2014 مرة واحدة. ثم اتجه لتجربة خليجية. 2018 اتجه مؤمن زكريا للدوري السعودي، بالاخص للنادي الاهلي السعودي على سبيل الاعاره. لعب معاهم 14 مباراه، سجل خلالهم 5 اهداف. لكن التمريره كويسه في اليمين. عبد الفتاح لعب العرضيه على القائم الثاني. مهند عسيري لمؤمن. درود للمؤمن زكريا. التعادل من مؤمن. التعادل من مؤمن ومؤمن زكريا. في هذه اللحظات سعيد المولد يوزع جول. وجاء الرد الاهلاوي. مؤمن زكريا المصراوي. مؤمن زكريا. الاهلي في شباك الاوروبا. هنا كرة، هنا نقلة، هنا هدف خامس في القاهرة ولا في جدة. يواصل الاهلي والتصويب. ودي كرة جول. الهدف الثاني للنادي الاهلي. مؤمن زكريا في تاريخ المصرية يأتي بالثنائية. بعد تلك المباراة أمام فريق بيرسبوليس ولا لدينا فرصة أهلاوية. كرة منقولة خطيرة. الله يا سلام. قول لهم ارفعوا راسكم. مؤمن زكريا هو اللي بيسجل الهدف الثاني. وبعدها راح لفترة قصيرة في نادي أحد، لكن الإصابة بدأت تظهر، مستواه بدأ يتأثر. 2019 بدأ أعراض غريبة تظهر على مؤمن زكريا، تعب وضعف في الحركة وانخفاض في اللياقة البدنية. بعد رحلة طويلة من التحليلات على مدار سنة كاملة، نيجي سنة 2020 أعلن مؤمن زكريا إصابته بمرض نادر جدا اسمه التصلب الجانبي للضمور ELS. ده مرض بيأثر على الأعصاب والحركة، مع الأسف ملوش علاج نهائيا حتى الآن. مؤمن وقتها خرج من الملعب، لكن دخل قلوب كل المصريين. وهنا بقى مؤمن دخل في أصعب ماتش في حياته، ماتش من غير جمهور، ماتش من غير حكام، ماتش من غير وقت إضافي. بس مؤمن فضل يقاتل، ما استسلمش. بدأ رحلته مع الإعلام، ابتدى رحلة تانية مع قلوب الناس اللي كلها وقفت جنب جمهور الأهلي والزمالك ونجوم الفن ونجوم العالم. ولما نتكلم على مؤمن زكريا لازم نفتكر له أهدافه المحفورة في قلوبنا لحد الآن، أهدافه اللي فضلت محفورة في كل ذاكرة جمهور الكورة. أهداف مش بس حلوة، ده كانت مؤثرة وبتغير مسير ماتشات بالكامل، زي هدف مؤمن في الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا في 2017. الخط الامامي، ولكن ايضا يقوم بدور دفاعي لما تضيع الكره، لما تمشي الكره للفريق الاهلاوي سيكون اول من يدافع هو اشرف الشرقي. كتله دفاعيه هكذا
كده نشوف الوداد خارج ارضيه الميدان. هدف آلاوي مبكر، هدف آلاوي مبكر. مؤمن زكريا زي هدف مؤمن في السوبر المصري امام الزمالك 2015. ولمسه مؤمن زكريا، مؤمن يحطها في الشمال، خطيره 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 خطيره، وهوبا والهدف. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا مؤمن يا زكريا، يا نهار ابيض يا مؤمن يا زكريا. هي هدف مؤمن في الترجي في 2015 في دوري ابطال افريقيا. دوية في الناحية الدفاعية، مش عايزين نقول بقى ان يعني القوة الهجومية الاهلاوية بتغطي على الاخطاء الدفاعية، وادي احمد عبد الظاهر يعملها حلوة. الثالث الاهلي بيكرر التاريخ وبيكرر ال3-3 امامنا هنا، فعلها الاهلي من قبل في لقاء المجموعات 2007 عندما هي اهداف مؤمن اللي في الدوري المصري، اللي مؤمن ايام ما كان في الانتاج، وهدف مؤمن وفي الزمالك. اهداف مؤمن يعني كلها حاسمه، اذا كان في الزمالك او في الاهلي او في المصري او في انبي او في الانتاج الحربي، كلها اهداف حاسمه. تكريم والحب الكبير من النادي الاهلي لمؤمن زكريا. الاهلي خلى مؤمن زكريا شال كاس دوري ابطال افريقيا، نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2020 الشهيره اللي كانت في مصر بين الاهلي وبين الزمالك، وهو واقف على رجله رغم المرض. وفي اللحظه دي كانت دموع كل المصريين بتنزل. ولأهدافك ولأمجادك، لذلك قلت هي بطولة بروحي مؤمن زكريا الذي هو يرفع الكاس. أي روح يا النادي الأهلي، أي روح يا النادي الأهلي. مؤمن اتكرم في كل حته ومن كل الناس، والناس كلها وقفت معاه، لاعبين وفنانين وجمهور، لانه بقى رمز للصبر والقوه والرضا. مؤمن زكريا مش مجرد لاعب، مؤمن زكريا رمز الامل، الانسان اللي بيحارب رغم الالم رغم الصدمه، لسه الابتسامه منوره وشه لحد الان. ربنا يشفيك يا مؤمن، تفضل دايما في قلوبنا. وهنا اقول الحلقه انتهت. انا مش هقول اشتركوا في القناه ومش هقول اعمل لايك، انا اقول ادعي المؤمن زكريا، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض.